هاتولي حد النهارده بيعمل حاجه وينجح فيها وهو ما كانش واثق ان هو يعملها. عايزاكم النهارده تعملوا سيرش بس كده على كل الاوائل. لما بيعملوا انترفيو ولا حاجه معاهم بعد ما بيطلعوا من الاوائل بيسالوهم سؤال: انت جبت المجموع ده ازاي؟ اول كلمه بيقولها لك: انا كنت واثق ان انا هجيب المجموع ده. انت واثق ولا مش واثق؟ الثقه دي هي اللي بتخليك فعلا تجيب. هاتولي حد النهارده بيعمل حاجه وينجح فيها وهو ما كانش واثق ان هو يعملها. استحاله. التحفيز الذاتي هو سلاحك الفتره دي عشان توصل للدرجه اللي انت عايزها. التحفيز الذاتي هيجي من الثقه التامه، مش في نفسك، الثقه التامه في ربنا سبحانه وتعالى. خليك واثق ان مش بالوقت اللي هيجيب لك درجه. ابدا من النهارده كأن السنه الدراسيه دي هي 4-5 شهور. هتعمل ايه؟ قول لنفسك كده: انا هعمل ايه في 4-5 شهور فقط؟ ركز على اللي باقي وسيبك من اللي فات. ثقه يعني اعتماد. طب انت معتمد على مين؟ هل انت معتمد ان انت تجيب المجموع ده على مين؟ على الوقت، ولا معتمد على رب الوقت بس كده؟ ابدا النهارده اقول: يا رب انا واثق فيك من اللحظه دي، من دلوقتي حالا. يا رب انا واثق فيك وعارف يا رب ان انا معتمد عليك، ان انت هترشدني على الطرق والسبل اللي تخليني اجيب المجموع ده وانا في الوقت ده. لما اشتغلت مع الطالب ده على الشكل ده، انتوا مش متخيلين عمل ايه، كسر الدنيا. عارفين الطاقه والقوه والحافزيه والنشاط والحاجه اللي بتخليني ما انامش غير 3-4 ساعات في اليوم؟ دي ما بتجيش غير من ربنا سبحانه وتعالى.